السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده اللي يعرفني انا كل جمعه بتبقى عندي عيلتي الصغيره، بتبقى كلها متجمعين عندي واولادي يعني واحفادي، وبنتغدى سوا ونتعشى سوا ونقضي اليوم سوا. فبنعمل يوم عادي جدا زي اي اسره بتعمل اليوم بتاعها. فانا حبيت ان كنتوا تشاركوني اليوم ده معايا. النهارده هنعمل لهم بسله وجزر. انا سلقتها، طبعا كلنا عارفين ازاي بتسلق وهي مستويه. وهعمل لهم ملوخيه ناشفه ورز. وبقى التكه اللي انتوا عايزاكم تعرفوها، الفراخ دول 4 فرخات. قطعتهم الورك اهو 2، يعني قطعت الفرخه 10 قطع. ادي القطعه بتاعت الفرخه، وفرخه يعني مش كبيره، حوالي 1100 جرام، مش كبيره يعني، بحيث ان كل واحد ياخد 100 جرام وكل انسان هو ليه 100 جرام. فانا جبتها قطعتها غسلتها كويس، ما حطيتش فيها خل، حطيت عليها دقيق وليمون وملح، حصل ملح رشيدي، ودعكتها كويس ونقحتها شويه وكبيت منها. وبعدين حطيت فوقيها، خلوا بالكم من الكلام ده، حطيت فوقيها شويه دقيق اما صفيت منها الميه، وشويه طحينه، ودعكتها كويس وشطفتها. وبعدين عصرت عليها ليمونه وحته خل ومعلقتين خل و3 بصلات. كل فرخه بتاخد بصله صغننه كده اهو. وحوالي كل فرخه برضو بتاخد حوالي 3 طماطميات معصورين، 3 طماطميات معصورين، وبصل، وبنحط عليها البهارات بتاعتنا، وبنحط عليها دبس رمان او صويا صوص اللي عندك. ما عندكيش حطي معلقه سكر. وبنحط عليها لكل فرخه بتاخد كوبايه زبادي وكوبايه لبن، او كوبايتين زبادي بس، او كوبايه ونص لبن كل فرخه. وندعكها كويس، وبنحط عليها بهاراتنا دي. بنحط عليها جوز الطيب اهي، وبنحط عليها فلفل اسود، وبنحط بابريكا، وبنحط عليها ادي البابريكا اهي، وبنحط عليها كاري اهو، وبنحط توم باودر، وده بهارات فراخ، وبصل باودر، ومرقه، معلقه مرقه. لو مش عايزين تحطوها بلاش، دي بتحط فوق الفراخ. يعني لو ما نحطهاش فوق الفراخ بنحطها على الدقيق اللي هنتبل بيه الفراخ. وده بقى جوز الطيب على روزماري، انا قلت لكم روزماري على حبهان على قرنفل، يعني حوالي 3 حبات قرنفل، وملح بس، ومعلقه ملح للفرخه، بتاخد معلقه ملح صغيره عشان هي هتتبل تاني. نفس البهارات دي اللي حطيناها على الفراخ هنحطها على الدقيق اللي هنتبل بيه الفراخ، وهنعمله عملي مع بعض. وبعدين بنجيب لكل فرخه حوالي 3 فصوص توم، بندق فصوص التوم بالبهارات، ونفتح. اهلا يا سوسي. وبنفتح كده، اهلوا بقى الضيوف، وبنفتح كده ونحط وسط اهلا يا اسف، اهلا. وبنحط جواها التوم، نفتح كده ونحط، وفي كل مكان نفتح كده ونحط اهو. لو تشوفوا اثر التوم هنا برضه، واهي. وبنتبل، انا من بالليل تبلتها من بالليل. ابتدوا بقى يجوا بدوشتهم اهو. نحط هنا وهنا برضو ادي الورك، انا بقطعه 2 اهو. وادي الرمانه بتاعت الورك بفتحه من هنا. هشوف لكم رمانه هنا اهو كده، شوفوا بعملها ازاي. تقريبا دي اهي الرمانه، بجيبها كده وافتحها بالسكينه، واحط في الفتحه بتاعتها هنا التومه برضو، وانقعها بقى من بالليل. خلاص بتبقى ريحتها تحفه اهو. بفتح الرمانه كده واحط هنا يعني التوم بسيط بس. وهنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض، وهنعمل الرز، وهنعمل الملوخيه الناشفه. وبالليل بقى حاطين قدره الفول والحلويات، كل جمعه بيجتمعوا عندي وبنعمل العزومه بتاعتهم البسيطه جدا زي اي بيت بسيط في بيوتنا الجميله.
واحلى حاجه ان احنا نقعد مترابطين مع بعض، مش يعني بالامكانيات الكبيره. يعني دول 4 فرخات جايبين 40 قطعه، يعني هيقضوهم ياكلوا فيهم غدا وعشاء. شوفوا القطعه دي على فرخه 100 جرام، شوفوا، وهتشوفوها لما تبقى كنتاكي بطريقه تانية غير اللي احنا عملناها. بس وهنشوف بقى، هنروح نعمله عملي مع بعض ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا هنتبل الفراخ بتاعتنا. انا عملت معاكم التتبيله دي قبل كده، ومعايا شويه بقسماط هضيفها عليها، يعني عشان في بيحطوا نشا، انا ما بحبش احط نشا، بيدي قرمشه بس بيدي نشافه، بيبقى ناشف. وهنحط البهارات بتاعتنا كده اهي. جاء آسر بقى، وده مرتبط بيا ما بيستغناش عني. ايوه يا آسر. هنقلبها كده. ايه حلوه. قول بقى الطريقه معايا، يلا قول. هنضيف البهارات فوق الدقيق وهنتبل بيها الفراخ. هنعمل ايه؟ كنتاكي الفراخ مقرمشه. ايوه. ودلوقتي كده نتاكد ان هي كلها اختلطت اهي بالدقيق اهي. هنبتدي بقى ايه زي المطاعم كده بقى، ننزل في الصوص كده بتاعنا ونحطه هنا ونعمل كده، وتبتدي بقى ايه ايوه يا آسر. هنعمل، نبتدي نعملها كده كده كده، يعني ما نسيبهاش، نتبلها كده ونعفرها جامد. وبعدين حبيبي اهي، ونجيب تاني برضو ندخلها. ايوه حبيبي. هنا هنحطه برضو في الصوص بتاعنا كده. هنحط كده، ننزلها في الصوص بتاعها، ونروح حاطينها في الدقيق، ونبتدي ايه نعفر فيها كده. تمسكيها كده 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 تاخدي يعني حبة حلوين كده، تقلبي فيها وبعدين تنفضيها بعد ما تتأكدي ان هي اتبلت كويس كده كده. مش على طول نحط في الدقيق ونطلع. والفرخة نسيت اقول لكم بتاخد ربع كيلو دقيق، فرخة الواحدة. هنبتدي برضو ننزل في الصوص كده ونروح مطلعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهي. هننزلها في الدقيق برضو ونبتدي ندفنها ونقلبها. وهنبتدي نعمل كده اهو كده اهو. خلي بالك من الطريقه دي، تعمليها كويس كده اهو في الدقيق كده. نطلع من الصوص نحط كده، نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد قطعة تاني اهي، مثلا صوص، ننزل، تعملي لها كده وبايدك 3-4 مرات بالراحة كده اهو. تبلي وخلاص. كل اللي بقى اللي معانا هنبتدي ننزله كده في الصوص بتاعنا ده اهو، وننزله في الدقيق بتاعنا. مش هنحط بيض ولا حاجه، هتشوفوا الطريقه ازاي. بس ايه، شفتوا بقى الكميه؟ احنا بنعمله كده بطريقه على طول كتير، وبعدين بننفضه كده اهو ونحطه كده اهي. شفتوا بقى ايه؟ هنكمل بقى كله وبعدين نرجع لكم بقى، عشان ايه ما نطولش عليكم الفيديو. ادي الكميه بتاعتنا بعد ما عملناها، وهنبتدي بقى نقلي ونشوف طريقه هنقليها ازاي. هنجيب واحده ونحطها في الميه المتلج كده كده اهو،
وبعدين نروح حاطينها في الدقيق بتاعنا كده اهو، ومخبطينها كده، ونروح حاطينها في الزيت كده اهو. وبرده التانية بنفس الطريقة، ونحطها في كده. شوفوا شكل التعريجات اهي، وهنحطها برده في الزيت تمام. وبرده نجيب كده نحط في الميه الساقعه، وبعدين ننزلها في الدقيق، وننزلها في بس ما نكترش يعني نحط 3 قطع 4 وزيت غزير زي ما انتم شايفين. وبعدين الزيت الغزير ده بعد ما احنا بنستعمله بنجيب له حوالي معلقه ملح عصا كبيره، ونصفيه ونحطه في ازازه، وعشان احنا قالين بيه الفراخ ممكن تطبخي بيه يعني عادي، بس ما تقليش بيه حاجه، ما بيخسرش يعني. ونبتدي نحط قد 4 قطع او ما نكترش عشان تبتدي تستوي مع بعضيها اهي. ننزلها دي حته صدر زي الستريبس كده اهي، ونجيبها في الدقيق بتاعنا ونحطها كده اهي، شايفين التعريجات اهي، ونحطها كده اهي بس. ونسيبه بقى يستوي. هنا احنا حطينا الرز بتاعنا بيستوي، هنعمل الرز بتاعنا على الجنب، نرجع لكم بقى بعد ما نشوف. هنطلع الكميه ونرجع لكم. دلوقتي هنضيف الرز، هو واحده وواحده 2 كيلو رز دول اهو بس خلاص. وهنحط عليه ملح، معلقه كبيره ملح ممسوحه وفلفل بس. اللي عايز بقى يحط مرقه يحط، نحط كاري يحط، ممكن احط عليه معلقه كاري عشان يبقى لونه اصفر بس. وهنقعد نقلب فيه، مش هنحط عليه ميه الا لما ينشف شويه وتبقى الحبايه بتاعته متماسكه كده اهو. هنغلي ميه قد لترين ميه يعني، يا دوبك ده رز مصري فما بياخدش يعني، يا دوبك قراطه تبقى الميه ايه، هوريها لكم ما بياخدش ميه كتير. الرز المصري ما بياخدش ميه كتير، فاحنا هنحط عليه هنقعد نقلب فيه كده اهو لغايه ما ينشف شويه، ونكب عليه بقى. ده اللي اسمه ايه، واحده واحده، الرز العادي يعني اللي من غير شعريه. بنحمر شويه رز كده اهو ونقعد نقلب بس. ودلوقتي بقى هنروح نشوف الكنتاكي بتاعنا اللي حاطينه ايه اخباره. ادي ايه كده، بسم الله. لسه ممكن نزود عليه النار شويه، وما يجي يستوي نروح قافلين عليه النار، قصدي موطيين عليه النار. لما يبتدي هو بيقعد حوالي يعني ايه من ربع ساعه بس يعني، او لما تكون فرخه كبيره تخليها تلت ساعه كده وتوطي عليها، ما نغطيهوش. في ناس بتغطي عليه، لا هو اهو بصي دخل في السوا اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. بس ما نقلبوش، انا قلبته بس عشان خاطر. هنسيبه بقى ونروح نقعد نقلب في الرز بتاعنا، ونحط البصله بتاعه البسله والجزر. وادي الرز بتاعنا خلاص، شوفوا شكله كده زاد واتفرفر اهو. بقيت اقلب فيه باستمرار. هنحط له معلقه كاري، ممكن على كده عشان لو عايزاه مثلا يبقى بالكاري اهو. ادي معلقه الكاري وهنقلبه. هنجيب لا عشان كده هنقلبه كده اهو. وهنبتدي نحط عليه الميه العرق بتاعنا وهنقلب. لو احتاج تاني هنجيب له برضو ميه تاني، محتاج ميه اهو هنجيب له تاني. لازم تبقى الميه بتاعته لغايه لسه محتاج ميه. هو هياخد لترين ميه، 2 كيلو، الكيلو بياخد لتر. هنجيب له شويه ميه بتغلي تاني.
التسبيكه بتاعت البسله اهي، والرز اهو نحط كده بس، يعني يا دوبك شوفوا العقد بتاعه كده ما يبقاش ميه كتيره، عشان اول ما يبتدي يغلي يشرب، اول ما يشرب يعني اول ما يشرب نروح موطيين عليه وبس. ادي العقد بتاعه، بصوا ده الرز المصري ما بيحبش الميه الكتيره، عايز حته صغيره تاني بس كده اهو. يعني قد قرات، لو حطيتي مثلا كده اهي هتبقى قد قرات. ودي البصله بقى هنغطي عليه. دي البصله بتاعت البسله، حوالي 3 بصلات كده صغيرين، ما بحبش احط بصل كتير في الخضار ابو دمع. حوالي 3 بصلات كده اهو، وهنحط عليها بقى فلفل. بعدين الملح لما تيجي تحمر بنخليها تصفر بس، وهنشوف بقى وادي الصلصه بتاعتها هنحطها لها بعد ما تحمر. هنشوف بقى الفراخ بتاعتنا اخبارها ايه. اهي دي دلوقتي خدت ربع ساعه اهي. نطلع كده نخبط خلاص اهي. نشوفها كده ادي مثلا، وادي ادي. ما تحطهاش على ورق نشاف عشان ما تطراش، احنا عايزينها تفضل مقرمشه. هنختبرها كده ونشوف ايه الاخبار، استوت ولا لا. اهي بسم الله ما شاء الله، شايفين؟ بصوا شايفين اهي اللحمه ابيض ازاي، مفيش ولا اثر لدم ولا حاجه اهي. خدت حوالي يعني ربع ساعه، عشان هي اكتر من كيلو، هي كيلو و100 جرام، لكن الكيلو بتاخد حوالي تلت ساعه يعني. ادي كده ما تحطهاش على بتاع ده، هو على ورق، احنا بنخرجها ونحطها كده اهو عشان تقعد ناشفه. دي لسه عشان حطيناها بعدين. هنعلي بقى عليها، احنا كنا مطين هنعلي، واحنا حضرنا كميه زي ما عملناها في التلج وفي الدقيق، وهنضيف برضه ادي ادي. ما تكتريش يعني، حط 3 4 حتت على قد الاناء بتاعنا، نشيل ما نكترش اهو. نضيف البصله بتاعتي لسه عشان النار هاديه. ممكن ننقل هنا من هنا لهنا، يعني ننقل البصله بتاعتنا نحطها مكان الحله دي. نحط الحله هنا اهو، عشان خلاص الزيت بيحتفظ بدرجه حرارته العاليه عشان ننجز بس اهي. نبتدي نقلب فيها ولما يطلع الدجاج ده المحمر اللي هو كنتاكي ده من الزيت ما نحطش تحتيه ورق، عشان خاطر الورق بيخليه يطرى، احنا عايزين نحتفظ بالقرمشه بتاعته. شوفوا اللحمه اهي مستويه خالص، وشوفوا الجراب مقرمش ازاي اهو اهو. شايفين القرمشه ليها صوت وبيبقى طعمه تحفه. بقى لسه البصله، فاول ما تصفر نرجع لكم نحط عليها البسله. البصله بتاعتنا احمرت يعني بتصفر، ما بخليهاش تحمر. اول ما بقرص عليها هنحط عليها الصلصه بتاعتنا
الصلصه بتاعتنا دي انا كنت يعني مسبكاها قبل كده، فمش هتاخد وقت عشان الايام دي الطماطم كتيره، ده كيلو ونص بسله، فالطماطم كتيره، ده حوالي كيلو الا ربع. احنا عندنا طماطم كتيره فسبكتها انا عشان ما تاخدش وقت معانا، بس هنخليها تغلي مع بعض شويه كده وخلاص. واحنا ما حطيناش ملح، هنحط ملح. طبعا انا مسبكاها، حاطه لها معلقه سكر ومسبكاها كويس وحط عليها في البرطمان قد ربع كوبايه زيت فوقيها عشان ايه ما يجرالهاش حاجه، وتكوني منشفه البرطمان بتاعك كويس جدا عشان خاطر ما تبقاش تعطن او تبوظ، لازم يكون معقم ومتنشف كويس كده. الرز بتاعنا هنشوف الرز بتاعنا استوى اهو. قبل بقى ما هنحط عليه قد ايه معلقتين زيت كده اهو عشان يتفرفر، لان انا ما بكترش الزيت فيه الاول اهو. شايفين اهو بس كده اهو. هنبتدي خلاص حطينا الزيت، بس مش هنقلبه ولا نعمل فيه ولا حاجه، هنخليه زي ما هو كده ووطينا عليه اهو، قرب يستوي خلاص كده اهو. وهنقفل عليه برضه، بس هو اول ما يشرب ويدخل في السوا بنوطي عليه ونسيبه. وادي التسبيكه بتاعتنا كمان قربت اهي خلاص. برضه هنطفيها بالشوربه، انا الشوربه كانت في التلاجة فهجيبها واحطها عليها دلوقتي اهي. البسله بتاعتنا الشوربه غليت، هي كنت انا لما باجي اسلقها بحط لها ميه قليله، ولو لقيتها محتاجه بضيف لها شويه ميه مغليه، وعشان كده ما فيهاش الا شويه ميه صغيره منها اهي. يعني ما بحبش ما بكتر لهاش الميه عشان فايدتها ما تروحش. ادي وهننزلها بقى، هي مش هتاخد وقت. واهي بسم الله الرحمن الرحيم. لو لقيناها محتاجه شوربه هنحط لها اهي عشان ما بتحبش الشوربه الكتير. هي ادي البسله اهي. ايه رايكم شكلها كده محتاجه؟ ان شاء الله هتبقى مش محتاجه بس. وهنغطي عليها بقى ونسيبها حوالي 10 دقايق عشان كله مستوي في بعض. وهنا حاطين هنعمل ملوخيه ناشفه. الملوخيه الناشفه بنجيبها بنحط بصله صغيره وعليها طماطمايه متوسطه، اول ما تصفر بحط عليها الطماطمايه، وبعد كده تسبك تسبيكه خفيفه، اروح حاطه عليها شويه الشوربه وادق الثوم اخضر يعني مش مستوي مش متحمر، واحطه في الشوربه وبعدين نقدحها، بتبقى زي الملوخيه الخضراء بالظبط. دي الملوخيه الناشفه وبتبقى طعمها في منتهى الروعه. خلاص استوت اهي، هنقفل عليها بقى. وادي الشوربه بتاعت الملوخيه الناشفه بيسموها دريس، فاحنا هنطفي عليها. اهلا ممدوح، اهلا اهلا. لا شغالين تصوير. اهلا يا سيف. لا خليك وانت ولا وكده. هنحط الملوخيه بتاعتنا اهي كده، وهنطفي عليها عشان نعرف نقلب. تعالى يا سيف تعالى. وده انا شايله اصغر حفيد اهو اهو. تعالى يا سيف ازيك؟ تعالى اخبارك ايه؟ هتاكل ايه النهارده؟ هتاكل ايه؟ كوكو؟ ابعد كده عشان البوتاجاز. اهلا جوجو. يلا تعالى يا سيف. يلا اهي. بصوا بقى انا طفيت عليها، شوفوا خضرة وجميلة ازاي. طفيت عليها عشان اعرف اقلبها، عشان هي ما بتاخدش نار كتير الملوخية الخضراء. اهلا جوجو. كده هنفتح عليها تاني، اول ما تيجي تقلب هنبتدي نروح طافيين عليها. بصوا بقى اهي، شوفوا الطريقة دي مخليهاش تغلي كده اهو اهي. وشوفوا خضرة وجميلة ازاي. وبعدين هقدحها، وكل اللي بيشوفها بطريقتي دي بيقول لي جميلة عاملاها ازاي. وهي اهي زي ما شفتوا اهي بس كده اهو. ادي الفراخ بتاعتنا بتاعت العزومه بسم الله ما شاء الله، والملوخيه والبسله، ولسه في تاني لسه ما حطيناهوش، والرز، وطبعا الكرنب اللي انتوا شفتوه صينيه الكرنب كمان. وادي الاحفاد، وكل جمعه وهم طيبين وانتوا طيبين. اوعوا تنسوا اللايك والشير
وهي بصوا هنجرب برضو عشان ايه نشوفه استوى وازاي بقى اهو. شايفين الجمال اهو لاخر حته وطري وجميل ومقرمش. ادي ايه رايكم يا عيال في الكوكو ده؟ حلو. ماشي حلو. النهارده هتاكلوا ايه؟ ان شاء الله خلاص قول يا محمد اوعوا تنسوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في قناة مطبخ ماما أمال. وتشتركوا.